كلهم على المفتاح. هم ست قاعدة يبقى كويس. يوم 9 يوليو 48 نقلت من مكان لمكان ومرنا كده نروح على اول السنه الاماميه من الناس للناس. ربنا شاهد ان ما كانش في عندي اي احساس باي الم. في مره من المرات حصل ان انا نزلت اسيطر على المكان اللي انا فيه وكنت ببدا معايا. الجاره الاخرى مش فاهمها فخدوني لاول مره اتعامل على 27 يوم في محمد. وانا رايح هناك في ضرب النار. في ضرب فاللي معايا اللي ما يقدرش ضرب النار ده تدريب. ضرب النار ما يهمنيش في حاجه ابدا. قالت يعني تقول لا انا خوفها. على فكره نبقى عارفين كلنا الموت اجله متسجل قبل الولاده. امتى وازاي وليه؟ عشان كده اللي اي حد يخاف من الموت يبقى غلطان في حق نفسه. الموت مش بتاعنا، اللي بتاعه هو لوحده بس يعمله زي ما هو عايز وقت ما هو عايز وسبب ما هو عايز. اللي حصل معلش اول الوقت في السنه ده هو دلوقتي بقى 27 سنه اتربى في بيت اتمرن رمايه لحد لانه سنه 7 سنين خد بطوله القاهره هو واخوه في الرمايه في القاهره. 14 سنه كان بيطير ضرب الضرب هو واخوه طيران صناعي. اذا اعداد انا لما جيت هربت ومشيت 84 كيلو في 10 ساعات. ازاي؟ انا كنت بمشي كل يوم وانا اسير 36 يوم امشيهم. اليوم 37 انا هربت 37 36 يوم امشي كل يوم امشي 17 18 ساعه بمنتهى الجد. الحاجه الضيقه اللي ليه؟ عشان عمليات بدنيه وعشان رجليا ومش عايزين نقعد بقى حاجه. المنطقه المصريه ولقيت في ساعه اشاره بيكلموا خالد وسام كان في ساعه اشاره. يا رفعت اللي هو خالد وسام جينا اكلم البيت. طلب البيت وكلم البيت ردوا عليا الله يكرمها ربنا وسام يا رب. فايوه تقول لي مامتي ده ايوه ده عباس. فانا بقول لك بكلمك النهارده اللي جيت هربان من الناس عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه النهارده عليك جواز بالسنه. بعد كلام سيادتك يا فندم مش هقدر تقول اي حاجه. ربنا يوفقكم ويخليكم على اللي عملتوه لمصر. والنهارده يعني مش عارف كرمتوهم ولا هم اللي بيكرموكم ان انتوا يعني حسيتوا بالسعاده اللي هم فيها. لكن احنا يا فندم لو مصر كلها عملت اقصى حاجه مش هنكرمكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكرمكم في صحتكم واولادكم واحفادكم ان شاء الله. شكرا.
جغرافيا اهم. كيف يا بابا؟ بعد اسمك تفضل. تفضل تفضل تفضل. احنا يا فندم تفضل. كله فوق. ارجع. شكرا سيد. شكرا.